مساء الخير حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا النهارده بقى نفرز الثوم. اللي بتفرز الثوم ولسه ما جبتهوش تلحق دلوقتي تجيبه وهو اخضر عشان نلحق نفرزه. شوفي الفيديو وشوفي، هقولك على ادق التفاصيل. لو انتي لسه اول مره هتفرزي الثوم هقولك على ادق التفاصيل، وهنطلع منه كده اشكال والوان، هنطلع منه حاجات كتيره جدا. مش هنرمي اي حاجه في الثوم، حتى القشر مش هنرميه، هنستغل كل حاجة فيه وهنعمل منه حاجات كتير. وهنعمل منه الدقة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي، هتنفعك كده في الفريزر لكل التمليحات وكل الخلطات هتحطيه فيها. وهنعمل كمان الثوم البودر، يعني هنعمل حاجات كتيرة جدا منه. بس هقول لكم على كل التفاصيل. تابعي الفيديو للآخر وحطي لايك للفيديو، ويلا بينا ندخل نفرز الثوم الحلو ده. اول حاجة هنا جبت التوم بقى، تجيبيه يكون اخضر، عشان اللي هيتفرز لازم يكون اخضر قبل ما ينشف. والتوم الكويس يعني في التفريز هو التوم الابيض، كويس يعني احلى من التوم الاحمر في التفريز، ولونه كده بيبقى ابيض كده مش بيغير خالص. هنا بقى انا قطعت الشواشي بس اللي هي بتاعة التوم اللي فوق دي، وهنا بمسك كده بقشر القشرة اللي هي من بره الناشفة دي زي ما انتوا شايفين كده، وبسيب العرق الاخضر اللي انتوا شايفينه ده مش هنرميه. العرق ده ما ترموهوش، ده احنا هنعمل منه الدقة اللي انتوا شفتوها الحلوة دي. فهنقشر كده الكمية اللي عندي بقى كلها. انا عندي بقى هقعد كده هفرش بقى كده ملاية في الارض، وهقعد انضفه كله، هخليه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بس انا هعمل هنا وحدتين كده معاكم عشان هوريكم ان انا كده هعمل ايه. اول حاجة بقطع كده العرق الاخضر ده، يعني بشيل لو جزء فوق كده بشيله، وبروح اسماه كده شقاه بالنص، بيبقى فيه كده عصاية ناشفة كده، جزء ناشف كده في النص، فده تشيليه. بقية العصاية الناشفة دي هتكون هنا جوه راس التوم، هنشيلها دلوقتي عشان هنا بقى وانت بتفرمي التوم في الكبة ولا حاجة ايه ما تكسرلكيش الكبة. بعد كده القشر هنا اللي على راس التوم ده اوعي ترميه، يعني ده كنز بقى قشر التوم ده. انا هنا بقشره كده، بحطه هنا في طبق لوحده لغاية ما هوصل كده للفصوص. بشيل الجزء اللي تحت ده وهفصص كده الفصوص زي ما هي، مش بتتقشر. التوم اللي بيتفرم يا جماعة لو حد لسه ما يعرفش يعني، مش بنقشره، هو القشرة بتاعته بتبقى طرية جدا، مش بتبقى قشرة ناشفة، بتبقى قشرة طرية، عشان كده بنفرمه وهو اخضر. بيسهل علينا بقى، مش بنقعد نقشره. هنا ده الجزء التاني اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي العصاية الناشفة اللي بتبقى بقيتها كده في راس التوم من جوه، جيت شيليها. هنا هوت هوريكم واحدة تاني، خدوا بالكم ده العرق هوت الاخضر ده، بشقه كده من النص عشان اطلع منه العصاية الناشفة دي اول حاجة تطلعيها عشان ما تنسيهاش. وبقيتها بيبقى هنا في راس التوم، بشقها كده بالنص عشان تسهل معايا ان انا اقشرها. اهو شايفين بعد ما بشقها كده بالنص القشر هنا بيطلع معايا بكل سهولة. بشيل اول قشرتين من بره كده لو يعني مش حلوين، وبقية القشر بروح مقشراه كده بيطلع معايا بكل سهولة، بيبقى طري وبيطلع كده معايا بكل سهولة. ده القشر بقى اللي هنعمل منه التوم البودر بقى المركز كده الجميل اللي احنا بنشتريه، غالي جدا من بره ومش بيكون مركز ولا حاجة. هنا بنفصص بقى فصوص التوم زي ما هي كده زي ما قلت لكم بقشرها. وتاخدوا بالكم برضو هطلع هنا من النص كده اللي هي الحتة العصاية الناشفة دي اللي قلت لكم عليها. اهو شايفين واخدين بالكم، دي كده اهم حاجة تطلعيها من راس التوم. هكمل انا بقى بقية الكمية عندي كده، وهحط كل حاجة لوحدها، قشر التوم لوحده، والعرق الاخضر ده لوحده، وفصوص التوم لوحدها، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. بعد ما خلصت بقى الكمية اللي عندي هبدأ بأول حاجة هنا وهي قشر التوم ده عشان أكسب وقت. ولعت فرن بوتاجاز جنبي يسخن شوية، وحطيت قشر التوم كده في صينية كده كبيرة وزعته، وهحطها على الشبكة في النص وهدي النار، تكون النار هادية خالص. وكل شوية من وقت للتاني أشيلها أطلع الصينية بره أقلبها أديله كده تقليبة، وأدخله تاني لغاية ما ينشف كده معايا وياخد لون ذهبي. كده حطيته كده خلاص في الفرن عشان يعني اكسب كده وقت قصادي. هنا بقى هنجيب بقى نفرم التوم، بحط كده زي ما هو كده في الكبة. طب لو ما عندكيش كبة بقى افرميه في المفرمة بتاعة الفلافل، اللي هي بتاعة الفلافل وبتاعة البسكوت دي، بتفرمه برضو حلو قوي.
طيب هنا بقى عايزه اقول برضو على ملحوظه، وانتي بتفرمي التوم ما تفرمهوش كتير، يعني ما تخليهوش كده يبقى ناعم قوي يبقى عامل زي العجينه كده، لا يعني خليه كده يكون مصحصح شويه، يكون في قطع يعني زي مفرفت كده، عشان خاطر لما نيجي نعمل بيه الاكل بعد كده يبقى باين لما تاخدي منه كده بالمعلقه، يكون باين يعني ان هو توم كده، بيكون مجروش كده شويه، يعني فاهمين قصدي؟ ما يبقاش ناعم قوي كده. هو التوم كمان بيبقى طري فبيتفرم بسرعه. هنا كل شوية بشيل كده الكبة بتاعتي وبدي تقليبة للثوم من فوق ومن تحت عشان كله يتفرم بمستوى واحد، ما يتفرمش اللي تحت ينعم قوي واللي فوق يكون لسه يعني خشن. فانا كل شوية كده بفتح بديها تقليبة كده بقلبهم في بعضه، وبعدين بروح فرماه تاني. بس ما تزوديش عليه الفرم يعني زي ما قلتلك. بعد كده خلاص بقى بشيل هنا السكينة بتاعة الكبة، وهنا بقى عشان احط بقى الملح كده يعني على الكمية اللي انتوا شايفينها دي، الشفشق كده بتاع الكبة، بحط معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من بتوع الاكل، وقلبي فيه الملح كويس، قلبيه كده كويس، وبعدين عبي في البرطمانات. بس اوعي تحطي الملح في الثوم وهو قبل ما يتفرم، لان لو حطيتي الملح الاول وفرمتيه بيه بيعمل ميه وبيعجن بقى كده، بتلاقي الثوم بقى عمل زي العجينه، بينزل ميته. انت تفرميه لوحده وبعدين تحطي الملح في قلب الشفشق كده بتاع الكبه، وتعبي بقى في برطمانات ازاز زي كده بتاعت الصلصه بتاعت النسكافيه، تكون مغسوله كويس قوي وناشفه. ما تخافوش، من برطمانات الازاز مش بتتكسر ولا حاجه في الفريزر، مش بيجرالها اي حاجه. او برطمانات ممكن بلاستيك، يعني ده او ده اللي موجود عندك عبي فيه. ممكن في ناس بتعبي في اكياس، بس يعني مش بفضله قوي، لان هنا في البرطمان بيبقى افضل. بتاخدي كده تطلعي البرطمان وتاخدي منه بالمعلقه وتقفليه تاني وتشيليه. في اي برطمانات يعني موجوده عندك بلاستيك، الازاز اللي احنا بنجيبها بتاعه الصلصه بتاعه النسكافيه بتاعه المربى بتاعه العسل، اي برطمانات دي كده يعني تغسليها كويس قوي وتنشفيها وتعبي فيها. هنا بقى انا بطلع كده وانا واقفه قشر الثوم، بيبقى بالشكل ده يا جماعه، عشان لو انتوا اول مره هتعملوه ما تقلقوش، هو بيدي لون كده، اللون اللبني اللون الاخضر اللي انتوا شايفينه ده. فعشان ممكن لو حد اول مره يعمله يقول مثلا ده باظ مني او حاجه، لا، هو بيدي اللون ده كده اثناء ما هو في الفرن لغايه ما يتحمص. بعد ما بفرم بقى التوم كده بتاعي، هنا بروح بقى ايه العرق اللي هو الاخضر ده، بشوف لو في ورق من بره كده يعني ناشف كده او مجلد، فبشيله عشان ده مش هيتطحن معايا في الكبة. وباخد اللي جوه ده الاخضر ده وبقطعه كده شوية عشان اسهل الفرم في الكبة. ملحوظة تانية، البرطمان اللي بتعبيه توم وانت بتفرمي على طول تشيليه في الفريزر، البرطمان اللي تعبيه تروحي شايلاه في الفريزر، ما تحوشيش جنبك او تقولي افرم التوم مرة واحدة وبعدين املحه واشيله، لا احنا مش بنفرم طعمية، مش هيبقى حلو خالص وريحته بقى تبقى زعقة كده. فالبرطمان بعد ما تملحي كده على طول البرطمان اللي تعبيه تشيليه على طول في الفريزر. هنا بقى العرق الاخضر اللي قلت لكم بقى عليه الطري ده توم يا جماعه، ده توم اخضر. هنا بقى قطعت معاه فلفل احمر، فلفل اخضر، رومي او حامي، عشان نعمل الدقه بتاعتنا. طيب لو انت بقى مش موجود عندك فلفل، ممكن تفرميه لوحده كده بالملح وتشيليه في برطمان، ويبقى وقتها وقت ما تعوزي تعملي حاجه تفرمي عليه الفلفل وتزوديه عليه. بس لما بتضيفي هنا الفلفل عليه بيبقى اسهل، لان بتبقى كده الدقة يعني جاهزة في البرطمان. وهنضيف كمان هريسة شطة. هريسة الشطة دي اللي انا بكون مخزناها كده عندي، بحط كده معلقتين كبار، وهحط كمان الملح معلقتين كبار من الملح، وهقلبهم بقى كويس قوي كده، وكده تبقى عندي اجمل دقة. بقى عايزة تملحي بقى بدنجان، تملحي طماطم، تحطي منها في تملحة سمك مشوي. بصوا في كل حاجة اللي احنا بنحتاج فيها الدقة دي هتكون بقى جاهزة عندك في برطمان كده في الفريزر، وقت ما تعوزي تطلعي وتاخدي منها بالمعلقة على طول. لو عايزة بقى تضيفي عليها كمون في وقتها تضيفي، وهتضيفي الليمون، بس دول انا بسيبهم لوقت ما بعوز يعني. عايزة تضيفي بقى الكمون والليمون في وقتها. هنا بقى هو القشر بقى التوم لما اتحمص اخد اللون الذهبي كده الغامق واتحمص ونشف كده معايا، بروح بقى كده ايه افركه كده شوية عشان اسهل عليه الطحن كده،
وبعدين احطه في المطحنة الصغيرة اللي هي بتاعة التوابل دي بتاعة الخلاط، بيتطحن معايا بكل سهولة، وبيبقى عندنا اجمل توم بودرة مركز، ريحته قوية، طعمه نفاذ وحلو قوي، يعني انضف واجمل بكتير من اللي بنجيبه من بره اللي بيبقاش ليه ريحة اصلا يعني. لكن ده بيفضل معاكي كده توم، يعني بودرة توم جميلة جدا ومركزة جدا، تحتفظي بيها عندك طول السنة. يعني انا كمان عملت الصينية دي وكان لسه في صينية تاني هعملها مرة تاني. شايفين بقى التوم البودرة، وهنا الدقة بتاعتي او التمليحة دي حطيتها كده في برطمانين صغيرين. وبرطمانات التوم انا طلعتها دلوقتي من الفريزر، انا كنت اللي بعبيه بشيله على طول في الفريزر، طلعتهم دلوقتي عشان اقفل معاكم الفيديو. شايفين التوم لونه ابيض قشطه كده، جميل بجد، بينفع في وقت الزنقات يعني، فرزوه هيبقى حلو جدا معاكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد.